1973 غادي تأسس الجبهة ديال البوليساريو، ولكن غتأسس لأن الأعضاء المؤسسين ديالها اللي قراو في المغرب باعتبارهم مواطنين مغاربة، قراو في تارودانت، قراو في مراكش، قراو في الرباط، قراو في المعاهد العليا في الجامعات المغربية، وحاولوا باش يعملوا اتصالات مع القيادات الحزبية ديال ذاك الوقت. علال الفاسي في حزب الاستقلال، عبد الرحيم بوعبيد في الاتحاد الاشتراكي، علي عتا في التقدم والاشتراكية. هاد الشباب هادو الصحراويين حاولوا يتصلوا بالطبقة السياسية المغربية باش يقولوا لها راه خصنا نضغطوا باش نحرروا الصحراء، باعتبار هذوك الشباب الصحراوي كيعتبروا ان المناطق الصحراويه جزء لا يتجزا من المغرب. ولهذا جاوا عند الاحزاب المغربيه 70 71 72 بغاو انهم يتعاونوا كاملين كمغاربه باش يحرروا المناطق الصحراويه، وبطبيعه الحال كان عندهم طموح انهم ياخذوا اماكنهم في الدوله المغربيه، لانهم تخرجوا. علاش عملوا بوليساريو في 73؟ لأن هذه القيادات الحزبية المغربية ما داوهاش فيهم، بل إن السلطات المغربية اعتقلتهم في طنطان، والقصة راكم ربما كتعرفوها.